حضرتك بتقولي هندير حياتنا بعد الطلاق. اهم. بعد الطلاق الانفصال اللي بيحصل، يعني أي طفل أو أطفال بعد الطلاق باباهم ومامتهم بيكون في بينهم حرب أهلية، إزاي نخلّي الانفصال انفصال صحّي؟ إذا كنا غلطنا وإحنا بنختار للجواز، فما نغلطش بقى وإحنا بناخد قرار الطلاق. يعني إذا كنا وإحنا بنتجوز ما اخترناش صح أو اخترنا على أُسس غلط زي اللي إحنا قلناها في الأول، طيب يبقى لمّا آجي بقى أهِد البيت ده طالما فيه أولاد، يبقى لازم مش أهِد البيت بقى، لازم أغيّر شكل العلاقة. إحنا هنا مش هنقول بنهِد الهَد بيت، هَد شيء بيكسّر اللي تحتيه كله، سواء أولاد، زوج، زوجة، الاتنين بيطلعوا أو كلّهم بيطلعوا محطّمين، الأب والأم والأولاد بيطلعوا محطّمين، عشان كده تمام. بنقول بنهِد البيت. لكن إحنا هنغيّر شكل العلاقة، بدل ما هي كانت علاقة زوجية، هتبقى علاقة أب وأم وأولاد لكن ببعض. في علاقة صحية. علاقة صحية، يبقى لازم أعرف هنا إن إحنا كزوج وزوجة الموضوع انتهى. طيب خدنا قرار الطلاق، أيًا كانت الأسباب اللي قبليه، لأ إحنا هنبدأ مرحلة جديدة، أكيد. مرحلة أب وأم على علاقة ببعض عشان الأولاد. عشان الأولاد. يبقى هنا لازم يبقى في اتفاق وسلام وتنازلات من الطرفين.